السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الوصفة ديال الفقاس مسوس. غادي نحتاج لهاد الوصفة 6 ديال البيضات، ساشي ديال الفاني، 2 خمارات ديال الحلوى، وبطبيعة الحال دقيق. هنا عندي كيلو، أنا عبرت كيلو ولكن غادي نشوف شحال غادي ندخل. إذا الزبيب، اللوز مقطع طريفات، وعندي هنايا سكر حبيبة وسكر سنيدة زلافة، وعندي هنا كاس ديال زيت المائدة وملعقة ديال الزبدة. اذا على بركة الله، بسم الله. غادي ناخذ القصعه اللي غادي نخدموا فيها. بالاحسن كناخذوا القصعه هكا واسعه باش نقدروا نخدموا في راحتنا. كنبداو بسنيده هي الاولى. عندي زلافه هنايا ما مملوءاش ديال السنيده، وعندي ملعقه ديال الزبده. هاد الزبده كنديرها باش هكا، حيت انا كنعرف بان اللوز كينشف شويه، كنضيفوا له هاد الملعقه ديال الزبده باش هكا يعني يجي الفقاس ديالنا يجي فتي، ما يجيش قاصح. صافي كنمشي كنلبس داك السنيده بداك الزبده، ونضيف كاس ديال زيت المائده، ونحاول نخدمهم مع بعضياتهم حتى يختفي داك الزيت في السنيده بهذه الطريقه هذه. صافي هكا فاش كان يدخل داك الزيت في الزبده، غادي نمشي دابا باش نضيف البيض. اذا البيض انا قلت عندي 6 ديال البيضات بحراره المطبخ، يعني ما يكونش في الثلاجه، يكون خارج من الثلاجه. وكنستعمل طبيعه الحال اليدين ديالي هكا باش نخدم مزيان، نتحكم في الخليط. كنمشي كنخدم داك البيض مزيان مع سنيده وداك الزيت حتى ينسجموا مع بعضياتهم. هانتوما كتشوفوا حتى كنبدا نحس في يديا بان داك السنيده دابت، يعني مبقاتش كتبان. صافي كنضيف ساشي ديال الفاني. هنا هاد الفاني باش نسم به، نتوما الا ما كانش عندكم او بغيتو تستغناو عليه راه ماشي مشكل. صافي كنمشي كنضيف الزبيب، وكنضيف اللوز بعد ما كنت رطبته من قبل وقطعته طريفات صغار هكا باش حتى منين نكون كنقطع الفقاس ديالي ما يعذبنيش. صافي كنمشي كنخلط هاد المكونات هكا، وكنبدا نضيف الدقيق. هنا الدقيق دائما كما كنقول الدقيق انواع، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. اذا غادي نبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه هكا حتى نحصل على القوام اللي بغيت. غنضيف داك الخمارات، 2 ديال الخمارات. فاش كيكون الحال بارد شويه كنديروا 2 خمارات، اما الا كان الحال سخون كنكتفيو غير بخماره واحده فقط. صافي وكنمشي كنخلط هكا داك الدقيق حتى يختفي، يعني مع المكونات الاخرى، وعاد نشوف واش كاينه احتماليه انني نضيف الدقيق ولا لا. اذا هانتوما كتشوفوا كنخلط يعني برؤوس الاصابع ديالي. صافي هنا راه كيبان ليا بان الخليط باقي خفيف، غادي نبدا نضيف الدقيق، وغنمشي كنضيف هكا تدريجيا حتى نسالي. اذا بعد ما ساليت هانتوما كتشوفوا حصلت على القوام اللي بغيت، واستهلكت الكيلو ديال الطحين كامل. اذا هنا القوام هو هذاك، يعني ما قاصحش وما جاريش. اذا هنا كنمشي نقطع العجين ديالي على قطع، ونكورهم بهذا الشكل هذا، يعني كنديرهم كريات هكا كما كتشوفوا امامكم. كنحاول ما امكن انني نقطع قطع متساويه، وكنكورهم هكا كويرات. صافي حتى كنكور داك القطع كاملين، وكنغطيهم واحد شويه، يعني يستراحوا واحد شويه، تقريبا واحد 5 ديال الدقائق هكاك، ومن بعد غادي نرجع باش نخدم بهم. صافي من بعد ما دازت واحد 5 دقائق كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وكناخذ داك الكويرات وغادي نبقى نحربلهم هكا بهذه الطريقه. هانتوما كتشوفوا حتى العجين مطاوع، يعني ما غيعذبنيش. وكنحاول
نضغط بهاد الحركات هكا بصبعاني على هاد العجين باش ما يجينيش خاوي من الوسط. كناخد الصينيه اللي غندخل الفرن، كندير فيها داك البابي كويسون يعني ورق الطهي، وكنحاول نستف فيها داك لي بودان او داك الحريبلات اللي درت. كنمشي هكا، نتوما غادي ندير واحده اخرى قدامكم. طريقه سهله وبسيطه، يعني ما كاينش شي حاجه اللي معقده. صافي كنضغط عليه هكا غير باش ما يجينيش الفقاس ديالي فارغ من الداخل. صافي كنمشي هكا حتى كنسالي، كنستفهم كاملين في الصينيه. وغادي ندوز دابا، غادي ناخذ بيضه ونضيف لها شويه ديال الكاكاو، ممكن نضيفوا لها قهوه سريعه الذوبان اللي بغيتو. وكناخذ يعني السباتيو، كنبقى ندهن هاد لي بودان اولا هاد الحريبلات من الجناب ومن الفوق، حتى كندهنهم هانتوما كتشوفوا مزيان. يعني كندهنهم من الجوانب ومن الفوق كاملين. من بعد غادي ناخذ فورشيط وغادي نبقى ندير حركات اولا عفوا خطوط يعني عشوائيه بهذا الشكل هذا. صافي حتى كنسالي. هانتوما بعد ما دخلتو للفرن طيبتو غير نص طيبه، ما خليتوش يطيب تماما. وغادي نغطيه دابا بواحد السيف يكون يعني شويه فازق، وغنخليه حتى يبرد تماما وعاد نرجع باش نقطعو. اذا هانتوما كتشوفوا بعد ما برد يعني هذا الفقاس ديالي برد مزيان، انا غادي ندوز باش نقطعو. كناخذ واحد السكين اللي يكون ماضي شويه. صافي وكنبدا نقطع. فاش كنقطع كنحاول ندير يعني السمك اللي بغيت انا والقياس اللي بغيت انا. يعني نتوما كيبقى الاختيار لكم. هانتوما كتشوفوا يعني هكا كيجي الفقاس. يعني ممكن انكم نتوما تختاروا السمك يكون يعني غليظ اولا رقيق، يعني كيبقى الاختيار لكم. وحتى الحجم كيبقى الاختيار لكم. ممكن انكم الا بغيتوا فقاس يعني يكون كبير ديروا يعني دي بودان كبارين، وفي التقطع ايضا تعرضوا يديكم هكا يعني ديروها عريض شويه وغادي يجيكم فقاس كبير. انا كنفضل انني يكون الفقاس هكا صغيور كيجي زوين. بعد ما ساليت التقطاع ديال الفقاس هانتوما كتشوفوا قطعته كامل. غادي ندوز دابا باش نديروه في الصينيه وندخلو الفرن هكا باش يتحمر، وعاد ديك الساعات نرجع معكم. اذا بعد ما حمرنا الفقاس ديالنا نتوما كتشوفوا يعني حمرته من الفوق ومن التحت حتى في التحمر كيبقى اختياري. انا كنبغي يكون محمر هكا مزيان، نتوما لكم الاختيار. كناخذ الطبق اللي غادي نقدم فيه هذا الفقاس وكنحاول نستفو بهذه الطريقه هذه. الفقاس كيجي رائع رائع، كيجي لذيذ وبنين بزاف، وفي نفس الوقت كيجي فتي. يعني راه ما كيجيش داك الفقاس اللي قاصح. المذاق ديالو رائع رائع، وحتى الشكل ديالو زوين بزاف. ما عليكم الا تجربوه وتحكموا بنفسكم. يعني مكوناته كلهم يعني في المتناول، وكيضيفوا له واحد البنه واحد اللمسه رائعه رائعه. اذا الفقاس ديالنا هو هذا انتما كتشوفوا. هانتوما يعني راه فتي بزاف. هانتوما كيفاش يعني كيتهرس في اليد، كيجي لذيذ وفتي بزاف. ممكن تقدموه في الفطور اولا في الكوتاي اولا فاش كيجيو عندنا الضياف مع الشاي ولا مع القهوه، راه كيجي رائع رائع. اذا الوصفه ديالنا ديال اليوم هي هذه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اللايكات والبارطاج، وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.